المرجو الانضمام إلى قناة فيديو السفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو السفيدي من جديد. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة لتبييض الأسنان في 3 دقائق فقط بالاعتماد على مكونين فقط. هذين الوصفتين رائعتين جدا وسوف ترون نتائج مذهلة بعد استخدامها مباشرة. بطبيعة الحال يعني لن تتحول الأسنان من أسنان مصفرة داكنة بها بقع إلى ابتسامة هوليودية في 3 دقائق فقط، هذا الشيء مستحيل، لكن سوف ترون بالتأكيد نتيجة قبل وبعد استخدام هذه الوصفات. سوف ترون أن الإصفرار خف كثيرا وكثيرا، ويجب المداومة على هذه الوصفات على الأقل مرة أو مرتين أسبوعيا حتى ترون النتيجة النهائية الرائعة. لكن النتيجة الأولية سوف ترونها منذ 3 دقائق فقط. إذن سوف نعتمد في الوصفة الأولى كما ترون أمامكم على الملح وعلى الليمون. لكن قبل ذلك دعوني أعرفكم على أسباب إصفرار الأسنان. أسباب إصفرار الأسنان متعددة، لكن من بينها التدخين، وهذا هو السبب الأول. تصبح الأسنان مصفرة وفي بعض الأحيان داكنة، يصبح لونها داكن وبها بقع. التدخين هو السبب الأول. السبب الثاني هو المشروبات الغازية والقهوة والشاي، أي المشروبات التي تحتوي على الكافيين. أنصحكم عند شربها، يعني إذا كنتم يعني مدمنون عليها ولا تريدون الإقلاع عنها، فعلى الأقل قوموا باستخدام الأداة التي نستخدمها لشرب المشروبات والعصائر إلى آخره، سوف أضعها لكم. قوموا باستخدامها لكي تتفادوا يعني تواصل أو اتصال تلك المشروبات بالأسنان، لأنها حتما سوف تسبب في اصفرارها وسوف تسبب أيضا في تغميق لون الأسنان. السبب الأخير يبقى بسبب مناخ وماء بعض المناطق وبعض الدول، يعني يكون ماؤها يسبب ذلك الاصفرار في الأسنان. فتتعدد يعني الأسباب، لكن الوقاية تبقى دائما هي غسل الأسنان من الأطعمة من المشروبات على الأقل 3 مرات يوميا لكي تتفادوا يعني أن تبقى عالقة على أسنانكم. الآن سوف ننتقل إلى طريقة عمل الوصفة الأولى. على الأغلب سوف نحتاج إلى نصف واحد فقط. نضيف ملعقة صغيرة من الملح، ونعصر بضع قطرات من الليمون. نقوم بخلطهما معا، ونأتي بفرشاة نظيفة ونقوم نأخذ من هذه الوصفة كما ترون. بهذه الطريقة. ومن الأفضل يعني ليس من الأفضل، ضروري جدا أن تكون الأسنان نظيفة، من الأفضل أن ننظف أسناننا بمعجون الأسنان قبل استخدام هذه الوصفة. بعد ذلك نقوم بالأخذ من هذه الوصفة ونقوم بدلك أسناننا بها. نقوم بتجنب اللثة قدر الإمكان لكي لا نسبب في حساسيتها. نقوم فقط بالتركيز على الأسنان من الداخل ومن الخارج، يعني لمدة 3 دقائق أو أقل من ذلك، فأكثر شيء 3 دقائق. بعد ذلك نقوم بغسل أسناننا، وسوف نلاحظ فرق شاسع جدا قبل وبعد استخدام هذه الوصفة. تستخدمون هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تعطيكم يعني النتيجة النهائية المكتملة والابتسامة البيضاء الجميلة الهوليودية. لكن عموما النتيجة تلاحظونها بعد 3 دقائق، يعني تلاحظون تغير في لون الأسنان. الآن بالنسبة للوصفة الثانية سوف نحتاج فيها إلى قطعة من الفحم الذي نستخدمه في الشوي إلى آخره. يمكنكم استخدام حبوب الفحم التي تباع في الصيدليات، وهي حبوب في الأغلب تستخدم لخفض غازات البطن أو إزالة غازات البطن، وتعتبر مكملات غذائية. يمكنكم استخدامها أيضا، فنتيجتها رائعة جدا. ويمكنكم استخدام هذا النوع من الفحم أيضا، ليست هناك أي مشكلة. الآن نأخذ الهون كما ترون ونقوم بأخذ قطع صغيرة من الفحم. لن نحتاج إلى كل هذه الفحمة.
طبعا. ونأخذ مدقة الهون ونقوم بدق هذا الفحم. بعد ذلك نأخذ هذه البودرة ونقوم بإضافة قطرات من الليمون ونقوم بخلط الليمون مع بودرة الفحم بهذه الطريقة. بعد ذلك وبنفس الطريقة أي بعد غسل الأسنان بمعجون الأسنان وتنظيفها نأخذ فرشاة أسنان ونقوم بأخذ هذا الخليط من الفحم مع الليمون بهذه الطريقة ونقوم بحك أسناننا فقط، أي نتفادى اللثة كالعادة. نقوم بحك أسناننا بهذا المحلول أو هذه الوصفة لمدة 3 دقائق وسوف ترون نتيجة رائعة جدا، لأن الفحم يبيض الأسنان بطريقة رائعة جدا 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 سواء لوحده سواء أن خلطتموه بالملح أو الليمون. لقد كنت فيما سبق وضعت لكم وصفة أيضا لتبييض الأسنان بالفحم، سوف أضعها لكم في صندوق الوصف، لكنني استخدمت الملح بدل الليمون. كلتا الطريقتين وكلتا الوصفتين تعطيان نتيجة رائعة جدا في تبييض الأسنان، وهذه الوصفة أيضا تستمرون عليها 2 مرات أسبوعيا لمدة 3 دقائق وسوف ترون النتيجة النهائية الرائعة جدا، بياض ناصع وجميل جدا بدون تبييض الأسنان عند طبيب الأسنان. إذا هذه هي وصفاتنا لليوم لتبييض الأسنان في 3 دقائق. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. لا تنسوا نشرها مع أصدقائكم وعائلتكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب إلى آخره، تويتر إلى آخره. ولا تنسوا أيضا إذا كنتم موقع يمكنكم إعادة نشر وصفاتي، ليست هناك مشكلة، فقط اذكروا اسم قناتي فيدي واستفيدي. وأنا أراكم في وصفات جديدة بإذن الله. في أمان الله.